عليكم. ممكن تقدم لنا راسك بعدا؟ شكون نتايا؟ ايمن كاريدو. قرف التنويش اعدادي عبد الرحمن دكاري. صباح درت واحد الحادثه في الرياضه وجابوني جمعيه الدري صاحبي وواحد الحارس ديال المدرسه. جينا بقينا باركين هنا من 8:30 حتى ل 12. عاد جا خويا دار لي القبص، مبغاوش يديروا لي حتى الراديو. جا خويا دار لي الراديو. دارت لي واحد الفرمليه. هذيك الطبيبه ما شافتني ما والو. هذه المده وانت كتنتظر هنا؟ من 8:30 حتى ل 12 حتى جا خويا. يعني وكيفاش استقبلوك الناس هنا في المستشفى؟ كيفاش حتى واحد ماشي يدوي معاك ما يقولوا لك تقول لي باغي نشوف يدي ولا ما كاين اللي كيفاش وقعت لك حادثه اولا؟ طحت في الرياضه شي واحد تهرس ليا. كيفاش بالضبط؟ حكي لنا بالضبط كيفاش وقع. كنت غادي كنجري لاعب كره طحت وانا نتهرس من يدي. جاب لومبيلونس عيطوا لها جاب. شكون اتصل باللومبيلونس؟ حارس العام واستاذ ديال الرياضه عيطوا لها جابنا السبيطار. ملي جبت السبيطار من 8:30 ل 12 وانا بارك كنت ساين ويدي. دخلوك هنا فين بلاصه دخلوك؟ المستعجلات؟ دخلوا المستعجلات بقيت بارك يدي ضراني. شنو قالوا لك في المره الاولى؟ شنو ما قالوا لي والو، جيت بقيت بارك ما داوش معايا. شكون هذا اللي دخلني هذاك اللي جابني في لومبيلونس الوقايه المدنيه جابني بقيت بارك جيت بقيت تما في السرير ما هضر معاك؟ بقيت بارك تما حتى 12 جا خويا ما بغاوش يديروا لي حتى الراديو. جا خويا دار لي الراديو ومن بعد فاش مشينا عاد يعني خوك ماشي هو دار لك الراديو، خوك غير خلص المصاريف. خلصوا المصاريف ديال الراديو. من بعد مشينا باش نديروا القبص. ما دارتوش لينا هذيك، ما شافت لا هذيك لا ديك الورقه ديال الراديو ما والو. شديتش كتبت لنا السميه عاد من نمشي. شكون هذا السيد؟ ديك الطبيب عطاتني اللي كاينه في المداواه. انت واش كنتي معاه ولا انا اخ ديالو؟ ممكن تحكي لنا بالضبط شنو وقع؟ بصفتك انك اخ ديالو شاهد على المشكل كيفاش وقع. ممكن تسرد لنا بالتفصيل بحكم ان الاخ ديالك كذا. انا الاخ ديالو انا جالس في الدار في اذا بيا كيوصلني خبر ديال ان خويا تهرس. كان لاعب في الرياضه كيقرا في واحد الكوليج حدانا في عبد الرحمن الدكالي. تهرس في يدو. جيت خديت الطاكسي جيت هنايا. هو من 8:30 ل 12 لارو هو جالس. والسيد اسيوري عنده لاسيورونس ومخلص كاع الواجبات اللي عليه في المدرسه. التامين المدرسي جمعيه الاباء كل شيء مخلص. انا فاش جيت هنايا لقيته مازال شاد يدو منفوخه ليه مهرس. حتى واحد قال لك ما تسوق ليه. كيهضر مع الطبيبه كتقول لي تيجي شي واحد اللي ولي امرك ولا يجي باك ولا يجي اي واحد. جلست انايا قلت لها دابا شنو هو المعمول؟ قالت لك خاصك تمشي تخلص 115 درهم باش دير لا بلاك باش دير راديو. مشيت انا خلصت هذيك 115 درهم. مني جيت دارت لي لا راديو عطيتو للطبيبه اللي كاينه في المداومه هنايا. شداتو دارت لي بحال هكا وعطاتو لي وقالت لي سير دخلو. شداتو واحد لانفيرميير شدت لهم بلاطر فزقاتو بالماء لصقاتو لي على يدو. وعنده فراكشور في البواني والبواني دايره ليه والعظم خارج باين. دارت ليه لون بلاطر لصقاتو ليه وبوندات ليه وقالت لنا صافي سير. ممكن تحكي لنا المشكل اللي وقع ما بين الاخوان ديال المنتدى الجهوي؟ قالت لنا صافي سيروا. كيفاش تجاهد الاستاذ كيفاش؟ قالت لنا صافي سيروا. من قلنا لا خصنا نعيطوا على طبيب مختص ديال العظم باش يشوف الحاله ديالو. قالت لك لا سيدي، قالت لك ما تمشي من هنا دون 25 جور عاد تجي. من هنا ل 25 يوم عاد تجي. هو يدو تبرى ليه عوجه. ومن بعد من نجيبو من 25 يوم خاصنا نهرسوا ليه يدو. خاصنا نعاودوا نهرسوا ليه يدو عاد نديروا ليه اوبيراسيون على يدو. مني شفنا هذا المنكر هذا كامل كاين في هذا لوبيطال عيطنا الناس المختصين. عيطت للناس ديال رئيس جمعيه الاباء السي حاتمي. عيطنا للمندوب ديال الجهويه ديال حقوق الطفل. هاد الناس اللهم ان هذا لمنكر. ها هو السي حاتمي هو اللي غادي يسرد لكم الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه للاخ الكريم اللي ديما كنلقاو في كل الشاده والفاده كما نقولوا في كل الاحداث تيغطي احداث بنزاهه. الممثل ديال الطاقم الجريده ديال الجديده الان بصفتي الاسم كريم حسن الحاتمي، بصفتي كرئيس جمعيه الاباء واولياء التلاميذ اعداديه عبد الرحمن الدكالي الجديده. اتصلوا بي الاخوان ديال الاداره قالوا لي خبروني بان هذا الوليد بعد ما كان كيقوم بواحد العمليه ديال الرياضه وقع عليه شي هذا وطاح تهرس.
جابوه سميتو عن طريق الاسعافات الاوليه هنا المستشفى الاقليمي بقسم المستعجلات. فعلا جينا هنا واتصلنا بالاب ديالو، لقيناه موجود في عين المكان، سولناه لقيناه فعلا داير هذا القبس كما كتشوفوا، هذا القبس هذا داير ليدو. قلنا له الامور مزيانه، قال لك الويد بان كتضر ويدو مازال كتنفخ، وان الفراكتور اللي عنده بان العظم خارج وعنده مشكل، خصو يشوفوا الطبيب ديال العظم. قلنا له شكون اللي دار لكم هذا؟ قالوا شي فرمليه عاديه هي اللي دارت هذا. احنا ما بغيناش ندخلوا في شكون دار ولا هذا، لكن بغينا نحاولوا نتواصلوا مع الدكتوره اللي كتشرف هنا على المداومه. الدكتوره اللي كاينه الان اتصلنا بها انا والاب ديالو، قالت له راه حنا فسرنا لك وهذا وسير، وبدات بواحد الاسلوب لا يرقى في المستوى. فاذا جيت انا قلت لها الله يخليك عطينا هذا الشيء دكتور اللي كاين في المداومه نتصلوا به. هذا دارت فيا انا وقمعتني بهذه اللغه، قالت لي السير فحالك شكون انت؟ قلت لها انا رئيس الجمعيه، اتصلوا بيا وانا كتعرفيني كحقوقي ديما هنا في السبيطار. بغينا نعرفوا الدكتور اللي بغينا نتصلوا به باش يشرف لنا على الوليد على العمليه ولا شنو غنديروا ليه. بدات كتغوت قطعت الاوراق وبدات انفجرات وبدات. لهذا انا بصفتي كحقوقي كنحمل المسؤوليه اولا السيد المدير اللي واحد تقريبا من واحد ساعتين وحنا هنا. فاذا باش نزيدوا نكملوا، كان بعد ما وقع هذا الشيء اتصلت هي، عفوا ما كملتش الموضوع، اتصلت بالبوليس بالامن، اتصلت بالامن وجاوا لعين المكان. جات الضابطه ما عرفتش ديال التروازيام ولا كاتريام لعين المكان، والاجراءات اللي جاوا هما قالت لهم هما بالنسبه لي انا كحقوقي وكرئيس ديال الجمعيه والاب ديالو وهذا الوليد وهذا، قالت لهم هادو ما يخرجوش، ووصلت سيكوريتي على اساس باش يتسدوا البيبان. احتجزتنا يعني مده ساعتين حتى واحد ما يخرج حتى يجيو البوليس، لانه هادو الناس ديال الفوضى وانا عرفتني وكتعرفني اصلا. على كل حال بالنسبه لهذا من الوليد هذا، يعني هذا الشيء اللي وقع في حقه بانها جريمه، هذه كارثه كترتكب في حق المواطنين. ماشي هذا واحد مجموعه ديال الخروقات كترتكب هنا من طرف هاد المسؤولين ديال السبيطار او الناس اللي كيشرفوا على هذا المستشفى هذا. لهذا رسالتنا الى كل مسؤول سواء وطني او جهوي او اقليمي باش يتحمل المسؤوليه ديالو في هذا الاطار، لان هذا المستشفى هذا بكل المعايير ديالو، بكل البنايات ديالو، بكل التجهيزات ديالو، انه في المستوى. لكن الاطور ما نقولوش راه الكل، لكن البعض اللي كيشرفوا هنا على التطبيب والاستشفاء هنا بانهم تيقوموا مقام ديال واحد ما يمكن نسميوهم ناس قزاره. الا عطيتيه الفلوس تيخدم معك، ما عطيتيش الفلوس ممكن يقول لك خرج ولا ممكن. انتم كجمعيات حقوقيه كنلاحظوا انكم في الساحه ما عمرو كانت شي وقفات احتجاجيه ضد هذا المجازر اللي كترتكب في هذا المستشفى كما جا في التصريح ديالكم، يعني ما كاينش شي خطوات؟ تحيه الاخ على هذا السؤال، وكنشكرك بزاف على السؤال لانه في المستوى وفي محله وجا في وقته. الان حنا كحركه حقوقيه يلا فعلا ناقشنا هذا الموضوع هذا، وغادي ان شاء الله غادي نديروا واحد البرنامج نضالي من اجل هذا السبيطار، هذا المستشفى هذا لرد الاعتبار لكل المواطنين وكل المواطنات، الناس اللي كيجيو هنا. على سبيل المثال اللي شفتوا حتى في قسم التوليد كاينه كارثه عظمى، حتى في المستعجلات، حتى في القسم ديال الناس اللي فين تينعسوا، جميع الاقسام او جميع سميتو المسؤولين هنا تيقوموا بواحد الاعمال غير مشرفه وغير مشرفه للبلاد. فرسالتنا كذلك مره ثانيه الى كل مسؤول جهويا واقليميا ووطنيا باش يتحمل المسؤوليه ديالو لرد الاعتبار لهذا المستشفى هذا، ولرد الاعتبار كذلك المواطنين، لان هنا تيتكرسوا الناس. وكذلك الرساله الاوليه والاخيره هي رساله الى وزير الصحه. علاش ما تكونش مثلا انتم كجمعيات حقوقيه تشرفوا على واحد العريضه توزعوها على سكان مدينه الجديده ضد هاد الناس اللي كيمارسوا هاد الممارسات هنا؟ يعني نعم البرنامج ديالنا ان شاء الله الاخوان تيجتهدوا في هذا الموضوع هذا، سواء غادي نقوم ان شاء الله بوقفات احتجاجيه، ممكن توصل الى اعتصامات مفتوحه، ممكن الى اشكال نضاليه حضاريه من اجل كما قلنا رد الاعتبار ومن اجل نزع الحقوق للمواطنين اللي كيتكرسوا هنا في هذا المستشفى. وشكرا للاخ كريم. خلال المستشفى الاقليمي بالجديده اليوم في هذه الظاهره، بطبيعه الحال وجودنا اليوم وبطبيعه الحال كما صرحنا للمنابر الاعلاميه
على ان هذا الوجود ديالنا يشكل واحد نوع من التضامن مع المواطنين اللي كيتعرضوا لتعسفات متعدده وانتهاكات خطيره لحقهم من واحد الحقوق المتعارف عليها دوليا، سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الدستور المغربي، وهو الحق في الصحة، هو مضمون للجميع. وبالتالي فهذا المستشفى الإقليمي هو وصمة عار. أنا قلت في تصريح قبل على أن ما كاينش مستشفى في المغرب جازم مثل ما كاين في هذه الخروقات والتسيب. بالنسبه للعصبه المغربيه لحقوق الانسان بالجديده، انتم ممثل ديالها، شنو الخطوات اللي ممكن التزامها بخصوص هذا المستشفى مستقبلا؟ الآن نحن في إطار تشاور مع الحركات الحقوقية والمجتمع المدني وكل القوى المحلية بطبيعة الحال وكل القوى الديمقراطية في المحلية هنا، باش غناخذوا واحد أشكال ديال النضال، محطات نضالية. وأنا أعد بأن هذه الوقفات غتكون مسترسلة، وربما أن تقودنا حتى الاعتصامات ولخوض إضرابات على الطعام هنا. داخل يعني بعد ما كان وسط المدينة تحول هنا وكنا كنتمناو خير، لكن باقي نفس يعني هل السبب يعود إلى الطاقم البشري أم الإدارة أم يعني كيفاش كتفسروا انتم هذا؟ نحن في الحركة الحقوقية وبالضبط بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المكتب الإقليمي بالجديدة، لا يهمنا سواء كان هناك خصاص في الموارد البشرية أو ضعف في الإدارة أو في تنظيمات. الشعب المغربي خاصو تقدم ليه الخدمات ديالو، واللي ما قادرش يستقل الدولة تتحمل المسؤول ديالها بكل الوزراء ديالها، الدولة بكل المؤسسات ديالها تتحمل ما يقع الآن في هذا المستشفى. لا يهمنا قلة الموارد البشرية، هنا الطبيب المختص ما كاينش، وهذا وصمة عار. ها هو الطفل جا الآن ما كاينش اللي يقوم ليه بعملية أو الكسر في اليد ديالو كتقوم بها فرملية. هذا منع خطير ممنوع في القانون، ما يمكنش فرملية تقوم. هذا الدور ديال الطبيب المختص، غادي يعطيو رونديفو على 3 شهور ولا 4 حتى تبرى ليه عوجه ويمشي با يخسر عليه 3 مليون ولا 4. عار هذا الشيء اللي كيوقع. ما كاينش هنا طبيب المداوي المختص. علاش كندخلوا لهذا المدير والمندوب كيقول لنا قله الموارد البشريه؟ واش قله الموارد البشريه يتحملها الشعب المغربي اللي كتخلصوا من الضرائب ديالنا وكل شيء هو الملك ديال الشعب؟ كل ما يقع في هذه المملكه هو ملك للشعب. اقول كل الثروات هي ملك للشعب، وبالتالي فاللي كيتخلص من ماليه الشعب راه مسؤول على هذه المآسي اللي كتوقع لهنا، كتوقع في هذا السبيطار. المرأة كيتكلمون الآن المجلس الوطني يتكلم في إطار مناصفة على أن المرأة خاصها تاخذ نصف في الإرث ديالها. مرحبا، وفين هي المرأة الحقوق ديالها هنا اللي كتولد في الزنقة اللي راه الآن شحال من مرة دابا إلا درتو مشيتو شفتو غتلقاوها كتوجع، وربما أن البدايات الأولى ديالها ديال الولادة كتولدها في الزنقة. وهذا عار، وصمة عار على المغاربة، وصمة عار على كل مؤسسات وأجهزة.